عمر. يا أخي بعض الشباب ترى هدايتي شيء بسيط. أنا رجل جيته قبل أن ينتحر بنص ساعة، والله يا أخوان ما أقول هذا الكلام إلا من حث الهمم. قبل يعني يقول لو تأخرت نص ساعة والله ناوي أقتل نفسي. سبحان الله، تكلمت معه 4 دقائق، ما نبقى 5، 4 دقائق، ضرب الأرض قال والله لا أتوب، والله لا أتوب، والله لا أتوب. على طول بادرنا، أخذنا الأغراض اللي معها، الحشيش والحبوب والأشرطة والرسائل والصور كلها أخذناها، جمعناها وأخذنا على طول، لأنه دمر هذه الأشياء، لا تتركها حتى ما تتعلق فيها، دمرها، هذه دمرها، تخلص منها. أخذنا موية صحة بنزين ورحنا صبيناها وشبينا الضوء، وقعدنا نتلف الحشيش ونتلف الحبوب. أنا جالس على الله وهو واقف يبكي. قلت قل جاء الحق وزهق الباطل، كبر. قال الله أكبر. شوي إلا الدورية ورانا قاق، والتفت إلا فيكتوريا. الحشيش قدامي والحبوب والشغلة. نزل العسكري الدريجة قال ايش عندك مطوع؟ حنا في القيض في الحر في الظهر. قلت والله انت دف الله يجزاك خير. وش اقول؟ ما الا هي. عارف يعني ودنا انت دفه. العسكري نزل على طول وقابلني، فقعدت اغمز له بعيني، معي تايب ما فهم وش قصدي، دفني كذا ووخر وراح للنار. النار هذه الاشياء تحترق، عاد ما ابغاه يبحثها، وقال ايش عندكم؟ اخذ عود وحرك النار. يوم حرك النار طلعت ريحه الحشيش. يوم قال العسكري زين البراهه، قال الله يجزاكم بالخير. قاعد يرجع لورا يودعنا، الله يوفقكم، الله يجزاكم بالخير. انا خفت بس انه يركب الدوريه ورا ثم ينكشف عند الثاني. جزاه الله خير، ركب وراح. اخذت هذا الشاب سبحان الله، بس اجعل له بديل طيب على طول. اشترى له اشرطه اسلاميه، دهن عود، مطويات، هديه تقدمها له. والله يا اخي هالهديه انا احسب الهديه ذي ما تؤثر، لكن في يوم من الايام نادوني اعطوني هديه، والله يوم اعطوني اياها رجعت البيت ابي انام عجزت. الى الان ما فتحتها طالع فيها مسؤوليه عندي. سبحان الله، الهديه تؤثر، تهادوا تحابوا، هذه سبب الفتح القلب.